السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد متابعي الكرام. نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده وبسلام، وعشركم بروكا تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بكل متمنيات. اليوم جيتكم بجوج الوصفات ساهلين جدا غادي تحتفظوا بهم من شهر رمضان، واكيد غادي تجربوهم. جوج ديال انواع العصائر اقتصاديين وكيحطوا واحد الكميه كثيره، والاهم الاهم المذاق رائع جدا. غادي نخليكم مع النوع الاول العصير والمكونات ديالو. غادي نحتاجو في العصير الاول جوج حبات ديال البرتقال اللي كيكونوا بحجم متوسط او حجم كبير. ناخذ واحد الياغورت اللي غيكون بالطعم ديال الفانيلا، والسكر كيبقى حسب الذوق. بالنسبه للبرتقال ضروري غادي ناخذ هذاك البرتقال اللي كتكون القشره ديالو رطبه، يعني ما كيكونش حرش بزاف وما كيكونش فيه هكا الشوائب، يعني كتكون ديك القشره ديالو سهله وسلسه في الحكان. غادي ناخذوا يعني هكا واحد الحكاكه، وكنحاول انني نبشر هذاك البرتقال جيدا. غادي نبشرهم بجوج بهم، ونحاولوا اننا ما ناخذوش داك اللب الابيض، يعني غادي نبشر فقط غير القشره الفوقانيه فقط، يعني فهمت شنو بغيت نقصد. غادي نضيف ليها السكر، وهنا السكر كيبقى دائما حسب الذوق. انا هنا درت 3 ديال المعالق، وبالنسبه لي 3 المعالق راه جاني حلو. ما نساوش ان الياغورت حلو، ما نساوش ان البرتقال ايضا حلو. فغادي نمزج هذاك السكر مع هذاك المبشور ديال البرتقال، وغنضيف لهم ايضا هذاك الياغورت. فهو كنصيحه الا كنتم مثلا غادي تستعملوا هذا العصير او غتوجدوا هذا العصير مثلا لمائده الافطار، من الاحسن انكم توجدوه من الصباح. يعني هاد مبشور البرتقال مع الياغورت ومع السكر وجدوه من الصباح، وخليوه كيطلق مزيان حتى العشيه، يعني حتى تقربوا تفطروا عاد ديروه، يعني عاد طحنوه، فهو كيعطي طعم رائع جدا. او ممكن يعني مي با واحد 15 مينوت هكاك وصافي وصايبوه، يعني وكملوا باقي المكونات. فهنا راه كان عماد كان تيساعدني، قال لي خالتي والو بغيت نعاونك. غادي نكمل الطريقه ديال تحضير هذا العصير هذا. غادي ناخذوا هذاك البرتقال اللي بقى ليا، غنحاول انني نقشرو، نحيدو داك اللب الابيض ديالو كامل، يعني كل سيده مغربيه راه عارفه هاد الخطوات هادو كاملين. فكنحاولوا اننا نقيو باش ما تبقاش ما كيعطيش داك المروره. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. من بعد كنقطع داك البرتقال، يعني نتوما الطريقه ديال التقطيع ديالكم عاديه، كنقطعو باش هكا كنطحنو، نحيدو العظم الا كان فيه، نحيدو دوك الخيوط اللي كيكون في الوسط هكا. كما كتلاحظوا راه كنقطع تقطيع عشوائي، ماشي بالضروره انني نقاد الطريقه ديال التقطيع. غادي نكمل هذا الشيء كامل، وغادي ناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي ديالي، وغادي نضيف له هذاك البرتقال، يعني غادي ندير هذاك البرتقال باش غادي نطحنوه، وغنضيف ليه هذاك المزيج الاول اللي كنت درت من قبل ديال المبشور ديال البرتقال مع الياغورت. ثقوا بيا كيعطي واحد طعم رائع. غير الرائحه ديالو فهي رائحه ما نقولش لكم ذكيه جدا. من بعد ما كنضيف هذاك المزيج ديال المبشور ديال البرتقال مع الياغورت، كنضيف الكميه اللي كتناسبني ديال الماء، تقريبا واحد اللتر ديال الماء، وكنطحنهم جيدا في الخلاط الكهربائي. من بعد كناخذ واحد الصفايه وكنحاول انني كنصفيه جيدا. اللي كيبغي يعني كيستحمل هذاك الوغو ديال المبشور ممكن يخليه، ممكن انه ما يحيدهم. فبالنسبه لي انا صفيته باش هكا يقدروا حتى الوليدات الصغار يشربوه، فراه كيجي خاتر ولذيذ كما كتلاحظوا معايا. فهاد الكونتيتي هذه عطاتني تقريبا لتر ونصف، انايا درتو شويه عاقد. بغيتو تخفوه اكثر ممكن ديروا حتى 2 لتر ديال الماء. فغادي ندوز للعصير الثاني او النوع الثاني ديال العصير. غادي نحتاج واحد حبه ديال الحامض، وجوج حبات ديال التفاح اللي كيكونوا ايضا بحجم متوسط، والسكر حسب الذوق. كما كتلاحظوا فهنا ما كنزيد حتى شي نكهات، فقط غير الحامض والبرتقال. غادي ناخذ هذيك الحامضه، غنحاول انني نشوف يعني ما تكون فيها حتى شي ضربه، ما يكونش فيها هذا يعني تكون ميها واحد شويه. هذا هو لا باز اللي بغيت نقول لكم. فغادي نحاول انني نقطعها، نحيد ليها دوك العظيمات، نحيد هذوك الخيوط البيض اللي كيكونوا في الوسط فقط، وغادي نقطعها يعني بقشور ديالها.
فهنا ما غاديش نحيد داك اللب الابيض، ما ندير حتى شي حاجه، فقط غنقطعها كما هي. غير هو الاساس نحيد هذيك العظيمات ديال الزيتون ديال الزيتون العظيمات ديال الحامض، سمحوا لي. وغادي نحيد هذاك الخيوط البيضاء اللي كتكون في الوسط فقط، كنقطع بحال هكا. ثم كناخدو الخلاط الكهربائي، كنضيفو هاد الليمون يعني ولا هاد الحامض، كنحاولوا اننا نضيفو كميه لا باس بها من الماء اللي غيتطحن فيها مزيان هاد الحامض هذا. وغادي نرجعو باش غادي نصفيه من بعد كنصفيه جيدا باش كنحيد له هذاك الشوائب اللي كيبقاو. كاين اللي كيبغي هذاك الطعم، كاين اللي ما كيبغيش، فانا كنفضل انني نحيدو. كما قلت لكم كيكونوا الوليدات الصغار ما كيبغيوش يشربوه. غادي ناخدو التفاح ايضا، ما غاديش نقيه، غادي نحيدو فقط غير داك القلب ديالو، وغادي نقطعوه الى مربعات صغيره باش هو يسهل عليا في التقطاع ديالو. كنحيدو فقط غير دوك العظيمات، وكنحيد هكا كنشي بسيخه فيه وصافي. فمن الاحسن انكم تاخذوا القشره ديالو تكون نقيه، وتكون يعني هكا اللي كتكون صفراء وشويه حمراء. ما تاخذوش داك التفاح اللي كيكون خضر لانه يعطيكم واحد لوغو شويه امر، يعني شويه مر، او لا كتعطي داك الحموضه بزايد. فغادي نكمل التقطاع ديال التفاح كامل وكنديرو في الخلاط الكهربائي ايضا. وغادي نضيف كميه لا باس بها من السكر. فانا هنايا على حسب الحامض لانه كيكون شويه كيعطي واحد المراره، فغندير فقط 4 ديال المعالق ديال السكر. فهاد الكميه ديال 4 راه جا حلو ما نقولش لكم. كنطحن جيدا، ومن بعد كنصفيه وكنقدموه في الكاس ديال التقديم. وصراحة ما نقولش لكم كيجي هاد العصير الثاني حتى هو كيجي رائع رائع رائع، يعني بخلاف العصير الاول. ايضا كتكون عنده نكهة خاصة، وهاد العصير الثاني ايضا هو منعش وكيجي خاتر، يعني ما كيجيش خفيف بزاف. وانتم كتحكموا في داك لا تكستور ديالو، يعني كتزيدوا الماء شحال ما بغيتو وكتقللوا على حسب اللي بغيتو. فهنايا عماد راه كنتشربوا وتلذذ بالطعم ديالو، وقال لي خالتي صوريني هذا اللقطه، قلت له معليش يلا زيد مرحبا. وكتكون هذه نهايه ديال الوصفه ديالي اليوم، او الفكره ديالي اليوم. عصائر بجوج كيجيو هائلين جدا، ممكن تحتفظوا بهم لشهر.